الراحة النفسية أثناء الحمل الحماية الأهم اللي محدش بيشوفها. الحمل مش بس تغيرات جسدية، الحمل رحلة مشاعر وأفكار وتقلبات ساعات محدش بيقدر يفهمها غير الأم نفسها. كتير من الحوامل بيسألوا ليه حاسة إني متوترة رغم إني فرحانة، أو ليه ساعات ببكي بدون سبب. الجواب بسيط، هو إن الجسم مش لوحده بيعيش التغيير، العقل والقلب كمان بيتغيروا. الهرمونات بتلعب دور كبير جدا في تشكيل الحالة النفسية للأم. القلق، الحساسية، حتى الأعراض المزعجة دي كلها أعراض شائعة، مش معناها إنك ضعيفة، معناها إنك إنسانة وبتتحولي كل يوم لتكوني جاهزة لدور أكبر. لكن تعالي نركز شوية، الراحة النفسية مش رفاهية، دي ضرورة. ليه؟ لأن الحالة النفسية للأم بتأثر بشكل مباشر على نمو الجنين. الدراسات بتقول إن التوتر العالي ممكن يزود من احتمالية الولادة المبكرة أو يؤثر على وزن الجنين عند الولادة، والهدوء النفسي بيساعد الجسم على الحفاظ على الحمل وعلى صحة الأم نفسها. طب نعمل إيه عشان نوصل للراحة؟ نسمع لنفسنا بصدق ونعبر عن اللي جوانا، نمارس حاجات بسيطة بتريحنا زي المشي الهادي أو القراءة أو حتى الجلوس في مكان بنحبه، التمسك بالله والصلاة والدعاء وقراءة القرآن والصدقة، بالذات الصدقة. ناخد وقت نستوعب فيه التغيير بدون ضغط، بدون مثالية زائفة. مهم جدا إننا نطلب الدعم من الزوج، من الصديق، من الطبيب. الكلمة الطيبة، الاحتواء والسند النفسي ممكن يغير شكل اليوم كله. في لحظة صمت اسمعي دعائك، خدي نفس عميق، افتكري إن كل ضربة قلب جواكي بتنبض محتاجة طمأنينتك وقبل أي شيء.